بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النهارده ان شاء الله هنعمل أكلة صعيدي، يعني معروفة مشهور بها الصعيد، أكلة مشهورة خالص مشهورة في الصعيد خالص والناس كلها أي حد بتحبها. صعيدي بيحبها أو غير صعيدي هنعمل كمان. الفطير المشلتت الفطير الصعيدي. المشلتت، يعني هو هنعمل الفطير النهارده المشلتت مع الصعيدي بعض، ده الناس كلها بأسهل بتحبه طريقة وأقل وكلها التكاليف. بتسأل عنه، واحنا هنعمله يا زي دوب ما احنا مية شفنا شوية مية الدقيق ودقيق وشوية اهو. المية. زي ما احنا المية طبعا شفنا في حطينا البولة يعني شوية ذرة مية ملح وشوية كده، وعليهم حتة ملح وبعد كده صغيرة، هنعجن زي ما احنا شايفين. وبرضو في والدقيق يعني هنعجن حطينه في العجين الطبق حلو التاني. خالص، طبعا لازم حطينا العجين اهو يبقى شوية ايه، الدقيق، يتعجن حطينا دقيق كويس، على ونفضل المية نعجن وبدأنا فيه نعجن. علشان ايه عجينه سهل الفطيرة تفرد خالص، معانا بعد بس كده لازم نعجنه واحنا بنفردها. كويس. زي ما احنا شايفين هنفضل نعجن فيه فترة هنعجنه طويلة كويس اهو زي ما طبعا. احنا اهو زي شايفين، ما اهو اهو اتعجن اتعجن اهو، الحمد لله. زي ما احنا شايفين عجنا فيه اهو فترة اتعجن. طويلة والعجينة طبعا، بتاعته يبقى لازم اهو العجينة زي ما تبقى احنا طرية، شايفين، ولازم ما ايه تبقاش تخينة. العجينة تبقى طرية خالص، ما لازم تبقاش العجينة يعني تبقى العجينة طرية ناشفة، زي ما علشان احنا الفطيرة شايفين تفرد اهو. معانا وتبقى رهيفة كده وخفيفة، علشان ايه اهو والفطيرة خلصنا تبقى العجين، مورقة وحلوة. خلصناها عجن. هنعمل بعد يعني كده عملناها خلصناها كده، هنبدأ وبعد كده ايه، هنحطها نفردها على ناخد منه على نبدأ نرج طبلية، على الفطيرة. صينية، على أي حاجة، يعني كل الشاب واحد على نفردها حسب ايه ما متعود. هنقطع اهو زي ما طبعا احنا شايفين. هناخد العجينة حتة من وهناخد منها العجين حتة اهو ونحطها فوق الصينية. أنا ونحطها بحب أرجع على الصينية الكبيرة على دي، صينية او على طبلية او نحط على اي فيها حاجة زي ما دقيق احنا تحتيها شايفين. ودقيق هنحط لها فوقيها الدقيق اهو زي ما طبعا احنا فوقيها شايفين، وتحتيها عشان ونفردها نعرف بإيدنا شوية. نفردها. وبعد كده ايه نستعمل النشاب أو عود الفطير زي ما كل واحد يعني بيقول هنفضل عليه. طبعا ايه نعملها كده الاول، وبعد كده هنحط ايه طبعا نمسك اللي هو نفضل النشاب نفرد او العود فيها بتاع زي ما احنا الفطير شايفين اهو. هنفردها بيه طبعا مفيش حد كان زي ما بيصورني، احنا فانا كنت شايفين ايه قدامكم بصور اهو. واعمل، وبعدين ايه هنفضل من جت شوشو نفرد للدرس فيها لحد ما وبدأت تكبر تصور فيا طبعا، تملى المكان اللي احنا عاملينه ده. اهو زي ما احنا شايفينه. هنفرد الفطيرة خالص، يعني نفضل هنفردها على اساس نفرد ايه تملى فيها لحد الصينية اللي احنا ايه ما عاملين تبقى عليها. الفطيرة خفيفة خالص. وعشان ايه الفطيرة زي ما قلنا الفطيرة يبقى مورق. هو اصلا الفطير كل ما نخليه يعني نفرده كويس والسمك بتاعه يبقى خفيف، كل ما يبقى افضل الطريقة بتتفرد في معانا بكل سهولة الفطير طبعا. زي ما احنا شايفين عشان اهو. الفطير بيحب ايه الفطيرة تبقى خفيفة خالص. بعد كده هنملى بيها يعني زي ما احنا شايفين اهو. هنملى بيها الصينية اهو. فردت شايفين اهي معانا ملت اهو، الصينية وكبرت اللي هي ازاي. الحتة اللي هي في هنفضل طبعا الأطراف دي الحتت ايه نشدها بإيدنا شوية هنشدها على اساس تبقى اهو خفيفة كده. خالص ورقيقة. هنعملها من كل ناحية على اساس ايه شايفين ملت الصينية خالص يعني اهو. ايه تخينة وما تبقاش اهو حلوة في شايفين الفطيرة بقيت يعني. خفيفة ازاي ورقيقة اهو. اهو كده زي ما احنا شايفين اهو. خلصناها اهو هنبدأ فرد. بقى نجيب السمنة شايفين اللي طبعا. احنا هنعمل بيها. خلصت طبعا السمنة، طبعا نكون ايه لازم نبقى مسيحينها فردينها كويس ومجهزينها من خالص الأول، علشان ما يعني تبقاش فيها حتة تبقى تخينة جنبنا تبقى سايحة، وعلشان ايه والفطيرة ما تبقاش يعني حلوة. هنستخدمها ونحط منها اه ايه جبنا على السمنة. الفطير. دي سمنة بلدي طبعا. سمنة بلدي بقري. سمنة بقري اه بلدي. شايفين عشان السمنة البقري اخف شايفين من اهو. السمنة ايه احنا التانية، شايفين سمنة لازم ايه جاموس. السمنة تبقى في كل الفطيرة. هنفضل طبعا نحط على الصينية على الفطيرة لحد ما نملاها خالص. عشان ما تبقاش حتة فيها سمنة وحتة ما فيهاش، وايه وتبقى مش حلوة ومش مورقة. اهو شايفين هنفضل طبعا نحط فيها مليناها سمنة ازاي لحد اهو. ايه ما تتملي سمنة.
ويبقى كلها لازم الفطيرة تبقى ايه، محطوط فيها نحط سمنة. فيها هنقلب سمنة طبعا كويس علشان الفطيرة تبقى مورجة، ما تبقاش ونحط ايه برضو فوقيها يعني تاني. كتمة او كبسة من جوه، اي تبقى حتة ايه نقلبها لازم مورجة نحط وحلوة. فوقيها سمنة. هنحط برضو السمنة تاني هنا على الحتة دي اللي عملناها اهو. هنفضل نحط فيها، هنفضل نحط فيها اهو كلها ايه الحتة اللي احنا ايه قلبناها، فيها سمنة. لازم زي ما قلنا نحط فيها سمنة حلوة علشان ايه تبقى مورجة. هناخد حتة تاني اهو نقلبها، هنحط برضو عليها سمنة علشان ما تبقاش في حتة ايه مش واخدة سمنة وتبقى مش مورجة ومش حلوة، تبقى ناشفة كده ومش حلوة. برضو هنحط في الحتة دي، الحتة دي طبعا اللي كانت في الحتة الطرف دي ما اللي فيهاش هناك دي سمنة ما لازم كانتش نحط واخدة فيها سمنة، برضو فلازم علشان ايه نحط ما فيها تبقاش كويس. معجنة ومش مورجة زي ما احنا شايفين كده. وهنفضل نحط طبعا كل حتة نحط فيها، يعني اي حتة نقلبها او نحطها نعملها على الفطيرة لازم نحط فيها سمنة. في الحتة دي الحتة دي برضو برضو ما اخدتش السمنة عشان ما كويس، لازم فيهاش. تاخد. ونفرد نشوف الحتة اللي ما فيهاش برضو نحط فيها، عشان اهم حاجة تبقى فيها سمنة كتير علشان ايه تبقى مورجة ونلفها وما كده تبقاش زي ايه الرول معجنة من كده تحت. شايفين. خلاص خلصناها. نقلبها هنحط كده، هنحط طبعا في الصينية الصينية طبعا سمنة فيها من هندهنها تحت سمن، ونحطها وبعد عليها. كده نحط فيها هنسيبها الفطيرة شوية وبعد كده ونسيبها شوية ايه عشان نعرف نفردها. مش هنعمل هنعرف تاني نفردها اهو. شايفين دلوقتي، لا الشكل بتاعها عامل هنسيبها شوية ازاي. وبعد كده هنفردها. بعد كده نفرد فطيرة تاني، وبعدين ايه لحد ما نخلص الكمية اللي احنا هنعملها. اه بدأنا في الفطيرة التانية اهو. هنفردها زي ما فردنا التانية. طبعا في الوقت ده ما كانش في حد بيصورني، كان طبعا الشاشة في الفترة دي نزلت ما وانا كانش كنت في حد بصور معايا لوحدي يعني، يصور، فانا فكنت ايه ايه بفرد صورت لكم شوية الحتة دي واصور كده شوية اهو. يعني. كل ما وبرضه افرد حتة هصورها لما اصورها معاكم، تتفرد، كل ما افرد حتة برضو انا مفيش ايه حد معايا يصور اصورها طبعا معاكم. اهو. برضه اهو شايفين فردناها خالص صورتها دي تاني لما اتفردت. يعني. بصراحة يعني العجين علشان مخدومة كويس ومعجونة اهو كويس، فما افضل كانتش طبعا بتاخد كنت معايا ماسكة وقت في الفرد الكاميرا خالص، يا التليفون دوب يعني بايد وعشان ثواني كده اصور بلاقيها ملت وبعمل الصينية بالايد واتفردت التانية، فما كويس. كنتش عارفة اظبط الصورة اهو زي ما خالص. شايفين كده اهي اتفردت معانا. نعملها كده زي ما عملنا الاولى. هنفضل نشد فيها يعني الحتة دي اللي نحس انها تخينة ومش خفيفة، هنشدها ونفردها كويس. كده الأولى هنعمل في دي برضو يعني السمنة برضو زي ما احنا عملنا في دي هنعمل في دي. الصورة طبعا ايه مش واضحة علشان انا مش عارفة ما كنتش عارفة اتحكم في الكاميرا يعني. كده انها مفرودة حلو، مفرودة كويس. اهو كده جربنا نخلصها. هنفضل نشد فيها ونعمل نفردها لحد ايه ما خلصناها كده تتفرد فرد، خالص وتبقى اتفردت الفطيرة كويس خفيفة اهي. خالص مش تخينة. هي كده خلاص يعني اتفردت حلو يا ما مش عايزة اي فرد تاني يعني. طبعا ايه يعني اهو زي ما احنا شايفينها. هنبدأ بس انا نعملها طبعا مش بالسمنة عارفة اعمل دلوقتي. السمنة واصور، مش عارفة ايه كل هنجيب ما لها احط السمنة حتة ونعملها، بس طبعا يعني. احنا ايه زي ما شايفين اهو احط اهو حتة وبعد كده اصور، احط شوية حطيت السمنة واصور. بس ما كانش ينفع، انا ما اعرفش اصور وانا بعمل فيها. اهو مليناها سمنة زي الاولى برضو، هنعمل نفس اللي عملناه في الاولى هنعمله في دي اهو طبعا لحد ما هنفردها نخلصها زي خالص. دوكها اهو بعد كده احنا عملناها عملنا اهو التانية خلصنا زي ما عملنا الاولى اهو، عملنا اهو. الفطير وخلصناه. هنفرده طبعا. بعد كده فردنا دي اهي زي ما فردناهم احنا في شايفينها الصينية اهي زي ما احنا مفرودة ازاي. شايفين اهو، زي ما بس زي كنا ما قلت عاملينهم، عشان ايه ونبدأ التصوير ايه برضو مكنتش عارفة نفرد اصلا فيهم، افرد واصور حتى نملى يعني بيهم الصينية اللي احنا مش عارفة حاطينها اعملها فيه. بايدي خالص يعني يعني، اهو اصور بايد زي واعمل كده بايد، لازم امسكها نفضل يعني بايد نعمل نفرد واصور فيهم بايدينا لحد وافرد. ايه ما تملى الصينية وتبقى وما خفيفة كنتش عارفة بصراحة اظبطها خالص. وبعد خالص. كده ايه نحطها في الفرن عشان فعشان نخبزها. كده انا كنت فردة الاولى من قبل ما اصور، قاعدة واحدة اهي، فضلة واحدة اهي يعني لسه ما وفي واحدة قاعدة عملناهاش. معانا لسه نعملها برضو متعملتش مع اهي. بعض. يا رب الشوشة تطلع دلوقتي
وتمسك الكاميرا وانا اصور. نكملها التانية وبعد كده نشغل الفرن ونحطهم فيها. خلاص دي كملت كده كفاياها. خلاص على كده. خلاص تقريبا خلصت كده اهو خلاص. التانية برضو اهو. في واحدة لسه ما عملناهاش، هنجيبها هي دي. شايفين شكلها زي ما كنا عاملينها الاول. هنفضل نفرد فيها بايدنا لغاية ما ايه تملى الصينية. بعد كده هنحطهم في الفرن. طبعا كنت مشغل وانا بعمل فيهم، كنت مشغل الفرن عشان تسخن. لازم نفردهم كويس اهم. شايفين شكلهم بيبقى مفروض ازاي اهو. نحطهم بقى في الفرن، يعني خلاص كده اتفردوا كويسين. هنبدأ نحطهم في الفرن ونشغل لهم النار. بس ايه يعني النار ما تبقاش شديدة قوي، يعني علشان ما يحمروش من فوق ومن تحت، وبعد من جوه يبقوا لسه معجنين ومش مستويين. كده هم استووا خلاص. شايفين بس التليفون كان رايح يفصل شحن، فطبعا ايه مفيش فلاش اهو. ده ادي الشكل النهائي بتاعهم. شكل الفطيرة عامل ازاي بصراحة، يعني طعم وريحة. ده الشكل النهائي يعني بتاع الفطيرة. هوريكم دلوقتي الفطيرة هنقسمها. احلى من بتاع المخابز برضو واحلى الفطيرة من التانية اي حد اهو. يعني. بصراحة الفطير الصعيدي ده، هنقسم الفطيرة الصعيدي ونشوفها. مفيش احلى منه اللي احنا بنعمله شايفين في البيت. شايفين الفطيرة مورقة ازاي. شايفين بيتكسر، بصوا شايفين ازاي شكله من مفيش احلى من جوه كده اهو. شايفين مورق ازاي. شايفين مورقة ازاي اهو. شايفين بصراحة مورق ازاي وشكله حلو الفطير ازاي. وريحة السمن البلدي فيه حكاية، والطعم ولا اروع بصراحة. مفيش احلى من كده. شايفين يعني احلى حاجة. بالهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله يعني كومنت حلو كده زيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.